تحت عنوان ما بعد اتفاقية سايكس-بيكو والمستجدات وانعكاساتها على سوريا. عقد مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية، وذلك في مدينة ديريك بحضور شخصيات حقوقية وسياسية ودينية وثقافية. وتضمنت الندوة محورين رئيسيين: الأول إلقاء محاضرة عن انتهاء اتفاقية سايكس-بيكو من قبل الأستاذ حسن محمد علي رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية. أما المحور الثاني كان عن مآلات القضية الكردية في سوريا، ألقاها الدكتور ناصر حاج منصور مدير المركز السوري للدراسات والحوار، ليفتتح بعدها باب النقاش أمام الحاضرين وطرح آرائهم حول المرحلة الراهنة. طبعا الندوة تندرج في إطار مساعي مكتب العلاقات العامة للجزيرة لمجلس سوريا الديمقراطي في التعريف ببعض القضايا، وكان المحور ملتقانا اليوم هو عن تأثيرات نهاية اتفاقية سايكس-بيكو وانعكاساتها على المشهد السوري، إضافة إلى ملف عن مآلات القضية الكردية في سوريا. طبعا لدينا محاضرين، أحدهما هو الأستاذ حسن محمد علي رئيس مكتب العلاقات العامة لمسد، إضافة إلى الفقرة الثانية يحاضر فيها مدير المركز السوري للدراسات والحوار الدكتور ناصر حاج منصور. طبعا الغاية هي اللقاء مع كافة الفعاليات والشخصيات الاجتماعية والثقافية والمدنية في مدينة ديريك وتبادل الرؤى والأفكار حيال هذه القضايا. الغاية منه هو زيادة المعرفة وزيادة الاطلاع على الحالة ومشاركة الناس في القرار. نحن نعتمد دائما أن هذه الثورة هي ثورة شعبية وأن الشعب كلهم شاركوا، لذلك يجب إشراك الشعب في عملية الحوار أيضا. هذه جزء من مشاركة شعبية في عملية الحوار، كما شاهدتم هناك حوارات كبيرة جرت مثل حسكة أو مناطق أخرى وستجري أيضا. هذه جزء من الحوارات الصغيرة التي تخدم هذه الحوارات الكبيرة، ونحن نؤمن بأن الحالة الشعبية هي التي تؤثر بشكل عام على تطوير الحالة السياسية العامة. تم تجاوزها